السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة محمود تور مصرية، وفيديو جديد كالعادة تقرير عن سوق الجمعة يا جماعة وعن اللي حصل النهاردة. مفاجآت كتير جدا، ولكن هنقول حاجة كده في الفيديو عن اللي حصل النهاردة معايا في سوق الجمعة. شوف انا ايه اللي حصل معايا مع التجار، ولما نزلت بالروز والاسترالي والروز وبلاد اورانج ايه اللي حصل معايا. طبعا النهاردة الروز اللاتيني ده يا جماعة انا ما رضيتش ابيعه حتى ب 550 جنيه. الاستاذ مصطفى زينهم راجل في قمه الاحترام، واتقابلت معاه في السوق النهارده، كانت اول مقابله ليا انا شخصيا بيه. راجل محترم جدا، وبصراحه جه وانا واقف وهنزل الجوز ده، هيعرضه عندي على القناه ورقم تليفوني وهينزله عندي على القناه. الجوز ده التاجر اقسم بالله حطه في الشياله على 500 جنيه، وقلت له مش هبيعه اقل من 550. بعد ما دخلوا الشياله خدته طلعته تاني، لان انا عارف صحه طيوري وعارف الحاجه اللي معايا ايه. قص بالشكل ده كان الترند النهارده في سوق الجمعه. طبعا النهارده التجار يعني في حاجات كتير، بس اصبر لنهايه الفيديو. تمام. النهارده يعني بلاقي الناس بتبدا معايا من 370 جنيه و400 جنيه للقص الروز. ده طبيعه التجار اللي هي بتشتري في سوق الجمعه بتاعنا، الا من رحم ربي. في ناس بتبدا من 450، ولكن كمان ده ما كانش سعر الرز اللاتيني. فلقيت الناس متمسكه، يعني لقيت الناس بترمي طيورها على 450 وعلى 5 الا ربع، ويسلم الطيور بتاعته ويمشي. انا النهارده لقيت واحد من الناس والله العظيم حتى انا ما اعرفه، لقيته واقف جنب مني. واحد تاجر بيسالني بيقول له قص الرز اللي معاك ده عامل كام؟ كان نفس الشكل ده، كان قص رز لاتيني نفس الشكل ده، بس ما كانش بنفس المستوى ونفس الكفاءه بتاع الدوت. بصراحه يعني كان بنسبه 70% او نسبه 80% كان كويس. فبيقول له بكام؟ بيقول له ب 500 جنيه. قام التاجر قال له لا ب 4 ونص ب 450. قال له لا انا عايز 500 جنيه. يعني النهارده التجار بتاخد مني، في تجار تقول لك على 500، وتجار ثانيه برضو من اللي هي بتلم على 500. لو لقيت واحد ماشي ثاني برز مش يلم بقى على 500، لا يبدا معاه 420 450. وفي ناس النهارده اقسم بالله كانت بتقول لي على 370 جنيه. النهارده حصل موقف في السوق قدام الاستاذ مصطفى زينهم، راجل في قمه الاحترام، وراجل فعلا انا فعلا من الناس اللي هي فعلا تستحق المتابعه. انا فعلا تابعته وبتابعه من فتره، وحصل نصيب ليا النهارده ان انا قابلته في سوق الجمعه. الراجل ده مشكور جدا. طبعا كذا ناس تروح عليه يا استاذ مصطفى انا عايز اعمل كذا، يا استاذ مصطفى انا عايز اعمل كذا. فانا واقف ببيع معايا 3 فرد رز. انا ما رضيتش ابيع الجوز ده علما على 500 جنيه. قلت اقل من 550 مش هبيعه. انا كنت اقدر اسلمه على ايه؟ على 500. في 50 جنيه مش هتزعلني، بس انا لا، قلت ارفع سعر الطير. مش انا اللي اقول نقعد نرفع سعر الطيور ولازم نتمسك بالاسعار واجي انا ابيع طيوري. انا كواحد قدوه او كواحد بقول لمربينا، بقول للهواه لازم اتمسك بالطير، واجي ابيع انا طيور بس ب 500 جنيه. الجوز ده النهارده كان ترند، السوق كله كان بيجري ورايا عشان ياخد الجوز ده على 500 جنيه. قلت لهم لا، الجوز ده اخره 550. والاستاذ مصطفى نزله. الاستاذ مصطفى لسه قبل اي حاجه وما كانش يعرفني، ولا لسه انا عارفه طبعا ومتابعه، ولكن هو مشكورا. فلقيته جه وقف جنبي قال لي انت كده 100 100 الله ينور، انت كده برنس، اوعى تتنازل عن كده. قلت له انت حضرتك منين؟ الصوت بقى مش غريب عليا. قال لي انا من زينهم من هنا. قلت له انت حضرتك يا استاذ مصطفى؟ قال سلمنا على بعض وخدنا بعض بالحضن. راجل مشكور جدا. تمام. وقال لي اوعى تبيع اقل من كده، وقال لي احنا يا ريت كلنا نعمل زي كده. لقيت الناس اتلمت جنب مني، ليه حاجه نظيفه، وطول السوق الناس كلها عايزه تاخد الرز اللي معايا. انا بعت النهارده قص روز وبلان اورانج كان على 1300 جنيه. طبعا انا بعته 1300 جنيه ليه؟ لان الريش بتاع الذكر من الرقبه من مسك التجار، وكان تقريبا داخل في مرحله قلش ان الريش بتاع الرقبه واقع، وهنوريه لكم في فيديوهات ثانيه. كان واقع يعني الفيديو ده معايا. ففرضت فيه التجار تقول لك ب 1000 1050 واحد 1100 1150. قلت لهم هو 1300 جنيه مش هبيعه اقل من كده. بعته فعلا 1300 جنيه. والتجار الرز مش موجود في السوق ولا كوكتيل، كل حاجه من ديت عليها اقبال شديد جدا. نصيحه للناس اللي بتنزل السوق، قبل ما تنزل السوق شوفني وشوف الاستاذ مصطفى وشوف قنوات كتير من اللي بتنزل اسعار عن السوق وحاله السوق ايه اللي هيتلم، عشان خاطر تعرف تبيع طيورك. انا النهارده لقيت واحد بيبيع الرز على 400 جنيه و450 جنيه، مش عارف الاسعار ماشيه ازاي. انا واحد من الناس اول ما نزلت من العربيه القفص معايا، طبعا انا مغلف القفص بقماشه عشان الهواء والجو كان ساقع الصبح الطيور ما تتبهدلش. لا راحوا جريوا عليا جري. التجار النهارده كانت بتعمل حاجات غريبه خالص في السوق. التجار النهارده كانت بتعمل حاجه غريبه خالص في السوق. يا جماعه تمسكوا بالطيور. انا النهارده ما بعتش حاجه اقل من اللي انا عاوزه وبمزاجي. انا كنت اقدر اسلمه على 500 جنيه للتاجر وكنت هبقى مرضي فيه، بس قلت لا، انا ابقى قدر الناس، ارفع سعر الطير. النهارده الناس كلها بقت تعمل زيي، محدش عايز يسلم اقل من 500 جنيه. محدش كان عايز يسلم الرز النهارده في السوق اقل من 500 جنيه. اقسم بالله جات لي واحده النهارده تقول لي تديني القص ده ب 400 جنيه،
وجالي واحد شباب كده مثلا سكه 15 17 20 370. قال لهم انت بتتكلموا ازاي؟ اللي هم حصل موقف وقمت جاي عامل ايه؟ قمت جاي فاتح باب القفص، عامل باب القفص كده مثلا، وقمت جاي نادى على الصقر. قلت له انت بتتكلم بتقول بكام؟ بيقول لي ب 370. قلت له هو فين الصقر؟ قلت له الصقر كده، قلت له الصقر فين؟ ورايح ايديا. قال لي انت هتعمل ايه؟ قلت له هرموه من الصقر، انا مش ايه 370 جنيه. انت لو عندك قص روز بنفس الاحجام دي ونفس الصبغه دي هتبيع ب 370 جنيه؟ ده ما يعني ده مش جايب حق 3 4 كيلو اكل، ده عمره سنتين، يعني حاجه ما شاء الله شغاله جايه من عربيه. بس احنا بدات اصفي واخف الطول اللي عندي عشان خاطر البلكه من النهارده جمله في السوق ب 54 جنيه. هنستنى ايه تاني؟ لا انا هسيب انواع عندي معينه على قد مزاجي وهربيها، مش هكتر في الهوايه. هبدا اقلل من الطيور زي ما قلنا الفتره اللي فاتت، لازم نقلل من العدد، لازم نقلل من الكميات اللي احنا بنربيها. لو هننزل السوق ما ننزلش السوق بكميات كبيره. يعني النهارده السوق ما كانش فيه طيور خالص، ما كانش فيه روز، ما كانش فيه كوكتيل، ما كانش فيه اي طيور، ما كانش فيه ناس اصلا، وكان اقبال كبير واقبال شديد على الطيور. النهارده التجار اللي بتلم اكتر من الهواة، التجار اللي بتلم اكتر من المربيين. النهارده مفيش استرالي، مفيش كوكتيل، مفيش اي طيور في السوق خالص. دلوقتي التاجر او التاجر اللي واقف بيلم والمربي اللي بينزل السوق يبيع، اول ما بينزل بتلاقي 2 3 من التجار او 3 4 تجار اسحين على المربي اللي نازل بحاجه السوق. معاك ايه؟ معاك ايه؟ روز ياخدوا، استرالي ياخدوا، كوكتيل ياخدوا، في طلبيات ومفيش طيور ومحدش بينزل في رمضان. ان احنا ما عملناش كده ورفعنا السعر يبقى على الله العوض في الهوايه، مفيش اي طيور في السوق. يبقى احنا ليه ما نرفعش سعر طيرنا؟ مقاس روز لاتيني بيتسلم ب 400 جنيه و450 جنيه، تمام؟ ودلوقتي التاجر بيلم على 500. انت بتلم على 500 ليه؟ ما انت لو مش هتكسب مش هتلم على 500. مش ده كان بيتلم على 400 جنيه و410 لاتيني، وكانت الالوان بتتلم على 300 جنيه، وكان الاسترالي على 40 و50 جنيه الزغاليل. انا صراحه مسلم النهارده الزغاليل الاسترالي على 50 جنيه، تمام؟ طب انت ليه دلوقتي كتاجر بتلم على 500 جنيه الروز، وخدت الرز اللاتيني مني انا النهارده كهاوي؟ خدته انا النهارده، ما بعتش رز لاتيني للتجار نهائي، سبتهم كده، بقيت واقف اتفرج على التجار بتعمل ايه. مديهم القفص فيه 3 4 تجواز انواع مختلفه، استرالي جوزين 3 استرالي شبابات، عفوا زغاليل من زغاليل الشبابات، قصين فشر، قص اوبلان اورانج، 3 حتت روز لاتيني. ما رضيتش، اتعمدت ان انا ما ابيعش الجوز ده واجيبه تاني معايا عشان اطلعه في الفيديو. انت تاجر كنت بتلم على 400 جنيه الرز اللاتيني، بقيت تلم على 420 450، بتلم على 500 جنيه. ما انت لو انت بتخسر في التصدير مش هتلم على 500 جنيه. احنا بقى كهواء بنخسر في التربيه، الاكل بيغلى، الطيور سعرها زي ما هي، بنبدا نصفي بالفعل وبنبطل. انت كتاجر لو بتلم وشايف ان التصدير مش مكفي معاك من سعر الجوز، بتصدر ب 400 بدات تلمه على 500 جنيه، ولسه في مصاريف شحن وفي تصدير وفي بيقعد 15 يوم لسه في الحجر. لو انت شايف انت مش هتكسب على ده كله ما كنتش لميت على 500 جنيه. لا انا هسلمك ده اهو الجوز دوت يوم الجمعه الجاي، هسلمك على 500 جنيه، على 500 عفوا، على 550 جنيه تاجر. الجوز ده اهو هسيبه لك برده، وهتاخده برده مني. التاجر اللي بيقف على الناصيه بلاش تدعي ذكر اسماء، ان انا ما اعرفش اصلا تجار. في تجار النهارده سن 15 سنه و17 سنه، تجار معاه شهادات وبتلم، بتتكلم في اسعار. لا القص ده يعمل له 370 جنيه. ازاي؟ هو انت تاجر بقالك قد ايه في السوق لما تاخد قص روز لاتيني احجام جامبو ب 370 جنيه ولا 400 جنيه؟ ليه؟ انت لو تاجر بتخسر مش هتلم. لو تاجر بتصدر الروز ده من ارض مصر بتلم على 400 وتصدر، وتلم على 500 وتصدر، انت كده بتكسب. انا هاوي كده بخسر. يبقى احنا بنوع الناس يا جماعه. لو تنزلوا السوق تابع خالد، تابع مصطفى زينهم، تابع الناس المحترمه اللي بتنزل، وكذا قناه النهارده كانت بتصور. وبحب طائر الكوكتيل، راجل برضو مشكور، صور الجوز ده، ومصطفى زينهم صوره. وانا حتى والله انا ما غيرت، انا جاي من السوق بنفس الهدوم اللي كنت واقف في السوق، وهطلع بنفس الشكل ده مع الاستاذ مصطفى زينهم، راجل محترم جدا، راجل مشكور. النهارده حصل موقف، كذا موقف معايا الاستاذ مصطفى زينهم. النهارده واحد كان الجمعه اللي فاتت مشتري كوكتيل، وقال له اهدى ما تشتريش، جه الجمعه دي باعه، قال له اصبر شويه. حظه ان كان الكوكتيل بيتلم الجمعه دي عرف يبيعه، فهو كان عاوز القص الروز ده، بس قلت له على 550 جنيه عشان اعرف التجار ان احنا نرفع السعر. انا مش انا اللي هقول كده، لا انت انزل كلم استاذ مصطفى، كلم ناس يكون فاهمه في السوق، ما تبيعش طورك للتجار، خلي التاجر ده اخر حاجه. النهارده ما سلمتش التجار، بقيت واقف متعمد ان اخلي التاجر يدخل القص في قلب الشياله واطلعه بايديا تاني واقول له لا
ده مش هيمشي معاك ب 500 جنيه، ده ب 550. بدات اعمل كده واقول للناس همشي، اللي بلاقيه هيسلم قص رز على 450 اقول له ما تسلمش، انا هسلمه لك على 500. القص ده اديهولي على 500، مش عايز تبيع 450 خد 450 جنيه واديني القص الرز اللي معاك هاخده منك على 500 جنيه. واخده بالفعل واسلم كذا واحد النهارده والله ما اعرف اسمائهم ولا اعرفهم. الاقيه بيقول للتاجر القص ده عامل 500، يقوم التاجر قايل له القص ده ب 450، اقوم ماسكه من ايده ومتك على ايده كده جامد واقوم ساحبه واقول له تعالى ما تبيعش، اقوم واخده قدام ماشيه بس بالقص قدام واحد تاني كام يقول له 550. طب 4 ونص، طب 5 الا ربع، طب 5. هو جبت له 50 جنيه. اتعلموا فن التجاره، اتعلم ان انت تكسب، اتعلم ان انت بتعرف ازاي تبيع طيورك. التاجر بياخد ب 500، هو التاجر اللي هياخد منك ب 400. انت اولى ب 100 جنيه فرق في الجوز، 150 جنيه فرق في الجوز. انا متعمد اني انزل طيور كده بنفس الاحجام ونفس المستوى دي عشان خاطر اعرف التجار ان انتوا بتبخسوا الاسعار المربى. في قص روز لاتيني ب 370 جنيه او ب 350 جنيه، ده ما حصلش القص اللي هو الاسترالي العادي بتاعنا. ولكن هنكتفي بهذا القدر من الفيديو، واحنا عاملين لقاء مع ابو حبيبه على انواع تانية جميله جدا، وانواع جميله جدا مش موجوده في السوق من فصيله الفينيشات، واحنا اشترينا برضو من السوق هنعمل فيديوهات تانية كتير عشان ما نطولش في الفيديو. ولكن ده تقرير مختصر كده، معلش انا طولت في الفيديو بس عاوز اطلع اللي جوايا من التجار النهارده بالتقرير مختصر كده، اللم على جميع انواع الطيور كلها بشكل عام، زبرة، استرالي، كوكتيل، روز. وفي ارتفاع في الاسعار، ان انا اسلم ب 500 جنيه يعني كده في ارتفاع في الاسعار. ومع الف سلامه.